سلام، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. اليوم جهزت لكم طبخة وايد حلوة وسهلة ولذيذة. انا مجهزة مكوناتي كلها وراح اراويكم الحين شنو راح نسوي باذن الله. خليكم معاي. اوكي، راح اسوي مطبق سمك هامور فيليه او فيليه هامور. هذا فيليه الهامور مغسل ونشفته بورق المطبخ علشان ما يتعبنا بالقلي او يأذينا او يطشر علينا الزيت. هني حبتين بصل كبار قليتهم جهزتهم. هني عندي 4 أكواب عيش بسمتي مهيدب طبعا او اي نوع عندكم. طبعا سلقتهم جاهزين حق الطبخ. وهني كزبرة وجبنت غسلتهم حطيت تحتهم ورق مطبخ علشان يروح الماي. وهني دقيق او طحين حطيت عليه بهارات وملح. البهارات هي نفسها الموجودة هني، كركم وكمون وبهار سمك وكزبرة وفلفل اسود وشوية لومي مطحون. البهارات كيفكم اللي انتو تبونه. هني نفسهم حطيتهم طبعا علشان السمك. ثوم الكمية اللي تبونها. البهارات صحيحة اللي هي لومي، ورق غار، ورق كاري، هيل، قرنفل الموجود اللي هو مسمار. وهني حبتين ثوم. وهذا معجون الطماط وراح احط زنجبيل بعد معاهم. راح اجهز السمك. انا حاطه الزيت على النار. راح احط لهم فلفل اسود شويه كذي ننكههم. وشويه ملح. بسم الله. انا راح افركهم كلهم مع بعض. هني حطيت لهم الفلفل والملح. انا ليش بحط لهم طحين او دقيق؟ علشان يمسكهم، لان الفيليه ما يتحمل نفس السمك العادي. الحين راح اخلطهم كذي. بسم الله. احط السمك ونقلي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هو راح يصير طبعا من غير، اللي ما يحب لا يحط، لكن كذي احسن. كذي جهزتهم كلهم وعلى الزيت. يلا نروح. بسم الله. راح نحط السمك ننفضه شوي كذي. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف مع بعض اللون شلون صار. نقلبهم. ما نحرك السمك الا لما ياخذ لون من جهة واحدة ونقلبه على الوجه الثاني. كذي خلاص. راح بسم الله نشيلهم ونحطهم على ورق المطبخ علشان ينزل الزيت الزايد اللي فيهم. بسم الله. واكمل الباقي. هذه ابي اخليها شوية تاخذ لون بعد. ما عجبتني لونها. هني صفيت الزيت نفسها زيت السمك. راح اخذ شوية من البصل ونخلي شوية لبعدين. وممكن تخلون هذا بس حق التزيين وتسوون بصل عادي، بس هذا كذي اسرع. اوكي. شوية اخذ والباقي خليه لبعدين. راح احط عليهم على طول لانه هو ماخذ لون الزنجبيل. هذا زنجبيل جاهز. احط الثوم. بسم الله الرحمن الرحيم. احط الثوم. طبعا هذا اللومي انا كنت حاطته مع العيش لما سلقته. اشيله واخليه يكمل سوا هني. وهذا دارسين، ورق غار، ورق كاري، مسمار، وهيل. راح احط بهاراتي. بسم الله. راح احط تقريبا قفشتين معجون طماط، ملعقتين يعني كبار. حرك. راح احط شوية كزبرة وجبنت.
راح احط شوية ملح. بسم الله الرحمن الرحيم. راح اقصر النار عشان بحط السمك شوية. طبعا انا لما حطيت الدقيق او الطحين عليه علشان شنو؟ علشان يمسك شوية ما يتفتت معنا. اوكي، الحين راح احط قطعتين هني بسم الله علشان ياخذون نكهة. حنحط هذه الكبيرة الحلوة. شفتوا تكسرت، عبد عادي مو مشكلة، بس هذول نخليهم لبعدين. ابي شوي ياخذ صوص نكهة السمك. طبعا انا فصلت هذه عن هذه، اخليهم كذي صغار عشان بالتحريك معاي ما يتقطعون، ما احرك وايد. وبعدين بقلبهم كذي. انا مقصرة النار وما راح احط ماي لان العيش عندي مشخول. لو العيش عادي عندكم بتسوون الاكله من غير ما تشخلونه تخلون شويه ماي بس كذي. راح اغطي الجدر واخليه 10 دقايق. الحين بعد 10 دقايق خليتهم على نار خفيفه. راح اشيل شويه، شيل هذه شويه سمك وشويه من الحشو. بسم الله. شوفوا حالاته، الريحه طبعا خيالي. هذا كاتشو حلو عشان الريحة. غيرت رايي، شلت السمك كله وشوية من الحشو والثوم، خليت اللومي وشوية من الحشو. الحين راح احط شوية بسم الله من العيش فوق الحشو والشوية اللي خليته بالقاع. تقدرون عادي تخلون السمك تحت كله والحشو وتحطون الرز فوقه وباقي السمك فوقه، بس انا غيرت رايي بسوي كذي. الحين راح احط السمك فوقهم والخلطة اللي شلتها. بسم الله الرحمن الرحيم. كذي راح احطهم عشان ياخذون النكهة الحلوة. وبحط الثوم داخل هني معاهم. بعد ما حطيتهم كذي بحط باقي العيش. بسم الله الرحمن الرحيم. كله راح نحطهم كامل كذي. خليت شوية من الحشو اللي من داخل احطهم شوي كذي، اوزعهم، هم يعطيني نكهة حلوة. بحط شوية بصل. بسم الله. شوية كزبرة وشبند. بسم الله. هذه من عندي الإضافات، تبون تحطون حطوا، ما تبون لا تحطونها. راح ناخذ السمك. بسم الله. نحطه فوقهم. تبون السمك كله تحطونه بالخلطة نفس ما سويت بالأول هم يصير. آخر شيء اللمسة السحرية اللي هي الزبدة. بسم الله الرحمن الرحيم. واخليهم لمدة ثلث ساعة لنص ساعة يتبخر ونشوفكم بعدين. قبل لا اروح علشان اراويكم، اخاف تخلونا كذي نبطل، لازم نحط ورق زبدة. حطيت شوية ماي عليه، بحط قصدير، بكتم الجدر وبخليه الوقت اللي قلت لكم عنه من ثلث لنص ساعة يتبخر. رجعنا نشوف أكلنا اللذيذ شنو صار فيه. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الريحة تينن تينن. الحين راح ننشب مع بعض إن شاء الله. شلت السمك على جنب علشان في تحت سمك لازم نشيل شوي شوي. راح أشيلهم وأحطهم بالصحن وأراويكم إن شاء الله. حبيت بس أراويكم العيش تبارك الرحمن ما شاء الله. خلص عيشنا لذيذ، أكلتنا الحلوة تبارك الله، الريحة خيال والشكل ينن ما شاء الله. الحين راح نجيب وأذوق معاكم. طبعا هني ما قلت لكم في حكوكة، طبعا هذه الحكوكة اللذيذة طلعت معاي. راح نجيب شوفوا حالات السمك طالع معاي، وهذا السمك اللي تحت اللي هني أبي أنشب شوي
ودود معاكم واقول لكم رايي بالاكل. بسم الله. اخذ شوية من السمك هذا اللي كان مع الحشو وذوق. بسم الله. مو طبيعي، ينن ينن ينن. مو طبيعي. بأذق شوية من السمكة اللي خليناها من غير الحشو. بسم الله. وايد حلو طعمه، لذيذ لذيذ وايد لذيذ. ندوق سمكة بروحها. هذه نكهة وهذه نكهة طبعا، بس كل وحدة أحلى من الثانية. ينن. جربوا الطبق، قولوا لي رايكم. علينا وعليكم ألف ألف عافية. مع السلامة.